إضافة إلى كروية حتى أخلاقيا ومعنويا، لأنه فما لقطتين نحب نحكي عليهم. لقطتين خليك تتعاطف بالسيف وتقول المغرب فعلا هذا الفريق يتحب. اللقطة الأولانية وقت اللي دخلوا اللاعبين للميدان وكانت أمطار استثنائية في الدوحة. الأمطار تجي مرة في الفيل، معناها الترتيبي بطول أي الماتش معناها الأمطار في الدوحة تجي مرة في الفيل. وقت اللي دخلوا امطار غزيره معهم الوليدات الصغار الملاعبيه نتاع المغرب الكل نحاول الفوقانيه نتاع الشرفاتمون وغطوا بها الوليدات الصغار. معناها اللقطه هذه حلوه برشا، عملت تقريبا حتى الناس اللي تفهم شويه وكذا قالوا والله لقطه المقابله. هذه النقطه الاولى محلاهم الملاعبيه المغرب. اللقطه الثانيه اللي خلتني نزيد نحب المغرب هو لحظة التتويج. لحظة التتويج وقت اللي الفريق الأردني طالع والمدرب المغربي المتربي ياسر المتخلق ياسر حب يصافح اللاعبين نتاع الأردن هما طالعين باش ياخذوا الميداليات، يمد يده للأول للثاني للثالث وما يمدوش يديهم. فبطبيعة الحال نقول محلاك يا مغرب فالعملية ذي، محلاك يا مدرب المغرب ملاعبية المغرب. معناها الفريق هذايا كان فريق اخر المغرب راهو يوريك لي جينيراسيون تاع المغرب U17 U20 U23 الفريق الرديف البي كله حاضر كله حاضر. معناها سامحني مع الملاعب اللي موجوده في المغرب مع المغرب باش ينظم كاس العالم. المغرب في عالم اخر. انا خليني نقول المغرب في كوكب وبقيه الفرق العربيه خلينا نقعد في العربي في كوكب اخر.